Please, slow. Fast as you can. قبل ما ابدا احب ارحب بكل حبايبي واصحابي واتمنى تتفرجوا على الاعلانات للاخر عشان تدعمونا. بيبدا الفيلم مع بنت رايحه تسرق حصان وقابلها صاحب القصر اللي اسمه روبن هود ومسكها وقالت له انها هتسرق حصان عشان في واحد جاره مات الحصان بتاعه ولازم يحرث الارض بتاعته عشان ياكل عيلته. وغلطت كمان في اصحاب القصر وسالته هو مين، قال لها انه المدلل صاحب القصر وقال لها لو قلت لي اسمك هديك الحصان لانك جميله قوي. كشفت وشها وقالت له انها مريان وحبوا بعض فورا وفضلوا فترة كبيرة مع بعض ومرت شهور على علاقتهم وفجأة جاله جواب انه مطلوب في الجيش في الحرب الصليبية. انهار طبعا وبعد 4 سنين ظهر روبن مع فريقه وبدأوا الحرب وكانت حرب بالسهام ومات كام واحد من فريقه وجري هو وواحد صاحبه ودخلوا عند اللي بيضرب عليهم الأسهم وطلع روبن بس القناص شافه وقعد يضرب عليه وقعد يجري واستخبى وقعد يعد السهام ولما كان القناص بيغير السهام طلع روبن وقتله فورا وبدأ باقي الفريق يتحرك وأثر واحد صاحبهم وراحوا وراهم ولقوه متعلق بس الاعداء بداوا يقتلوهم وبدات المعركه وكان رئيس الاعداء جامد قوي وقتل كام واحد منهم وسخنت الحرب وروب بدا يضرب عليهم بس مسكوا رئيسهم وقعد يضرب فيه وافقدوا الوعي كمان ولسه هيقتله جه رئيس الفريق وقطع ايده وخد روب وانسحبوا ورجعوا معسكرهم وكانوا بيعذبوا في الاسرى وواضح ان روب متضايق جدا من التعذيب وسال صاحبه بتعذبهم ليه، قال له دي تعليمات وشاف روب اللي حاول يقتله كمان وطلع واحد تاني يقتلوه. قعد يزعق الراجل ده عشان ما يقتلوش ابنه وقعد يترجاهم ياخدوه بداله وادوا الامر بقتله فورا واتدخل روب وضرب اصحابه بس مسكوه في الاخر وقتلوا الولد برضه. وفجأة روب كسر السلسلة وحاول يهرب الاسرى والقائد بتاعه اداله سهم في بطنه وامر انهم يحطوه على قارب رايح لانجلترا. وفي المركب قعد يفتكر مريان انه كان سايب لها مفتاح القصر عشان تستناه وظهر الراجل الاسمر ده اللي قتل ابنه في السفينة ووصل اللورد روب لقصره لقاه متهالك ودخل ينادي على مريان والقصر بقى خرابه وراح للكنيسه للقس توك صاحبه وساله عن مريان. استغرب جدا انه عايش لانهم بلغوهم انه مات من 2 سنين وعملوا له تأبين كمان واستولوا على القصر بتاعه عشان الضرايب بتاعه الحرب وبقى في ضرايب كتير قوي على الناس وقال له ان مريان عند المناجم وطلع يجري يروح لها والناس في الشوارع زي النمل وصعبوا عليه قوي واخيرا وصل لقى مريان بتعمل اكل وبتساعد الناس واكتشف ان جوزها او خطيبها معاها ومشي فورا وسابها بس هي شافته من ظهره وحست انه هو وقعد يرجع وطلع له الراجل الاسمر وقال له في بينا شغل وانه شاف حبيبته كمان وحاول روب يخليه يقتله لانه خسر كل حاجه. قال له انت ما خسرتش حاجه انا خسرت ابني وايدي كمان وشعبي كله اتدمر والاراضي بتاعتي كلها اتسرقت وتاسف له روب انه ما عرفش ينقذ ابنه. قال له كفايه انك انت حاولت وانا ما شفتش عمري في الحروب حد عمل زيك علشان كده اخترتك انت عشان الظلم ده بقى في كل مكان وان الاغنياء بيزيدوا غنى والفقراء بيزيدوا فقر واصحاب النفوذ بياخدوا مني ومنك كل حاجه ولازم نوقفهم ومش هينفع اعملها لوحدي. قال له احنا 2 بس. قال له انت لو فكرت كده تبقى انت عاجز تعالى معايا ومشي معاه وظهر الحاكم وقعد يتكلم عن الاعداء وقعد يخوف الشعب من الاعداء انهم هيقتلوهم ويحرقوا اراضيهم وفعلا زود الضريبه عشان الحرب. وبدا جوز مريان يقول له ان الشعب دفع كل اللي معاه ومريان كمان قالت ان الناس بتموت. رد الحاكم عليها قال لها انت ما تعرفيش ايه هو الانهيار. قالت له يعني انت اللي تعرفه. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ واتكلم كمان القس توك وقال له ان روبن لوكسلي لسه عايش واتفاجئت مريان وقال له انت شفته؟ قال له لا وطلب جوز مريان تأجيل القرار عشان تصويت اللورد روبن لوكسلي. ونرجع لروب اللي كان متضايق قوي من الضرايب على الفقراء وقال له جون ان هو عنده الفلوس اللي مخليه مأمور وعلشان كده احنا هنسرقه وعرفه بنفسه انه يحيى بن عمر وقال له ان بلغتك اسمها جون واتفقوا انهم بالليل هيهجموا على المأمور وبالنهار يعيش اللورد لوكسلي ويشرب ويتمتع ولازم يكتشف فلوس الحرب دي بتروح فين ويخش جواهم ويبقى واحد منهم. وراحت له مريان القصر بتاعه بس جون قال له ما تعرفهاش حاجه وما تنزلهاش كمان ورجع يشرب ومسكه جون وقال له لازم يعمل شغله وبعد كده هتحبه تاني. وبدأ جون يدربه على السهام وقال له انت بطيء قوي حاول تقتلني. لفيني باللكمية في خشمي. يعني اعمل ايه؟ لفيني باللكمية في خشمي. مش فاهمك.
ووقف بعيد وضرب عليه روب 4 اسهم واتفاداهم جون بسهوله، وعرفه انه بطيء قوي واداله سلاح تاني وعلمه ازاي يضرب، واتوهم روب من السرعه بتاعته وكسر الخشب في الاخر، وقعد يدربه تدريبات مختلفه انه ازاي يبقى لص وتدريبات قوه كمان. وبقى واحد تاني وجاله جون وقال له لازم يتبرع للمأمور علشان يشوف الفلوس رايحه فين، وقال له هنتبرع بايه؟ قال له جون هتستولى على الجسر الضريبي. فرح جدا روب وبدأ يجهز للعمليه، وبدأ الجنود يلموا الضرايب من الناس ويضربوهم، وظهر لهم روب وبدأ يرميهم بالسهام بسرعه خرافيه، وكمل على الباقيين ومسك الفلوس كلها ومشي، وراح للمأمور اللي اعتذر له على كل حاجه عملها معاه. بس روب قال له كل ده عشان الشعب، واداله كيس فلوس علشان الحرب، وخدهم منه اخيرا وقال له عاوز اشوفك تاني. قال له وقت ما تحب تشوفني، وحاول انه يكسب ثقته كمان. وراح اجتماعهم وبدأ يرش الفلوس على الصواني بتاعتهم، والناس عماله تبص عليه، وقعدوا يسقفوا له في الاخر وشكروا المأمور. وروب قال له انه عاوز دعوه في تجمع اللوردات، قال له طبعا. ولما سابه طلعت له مريان وحاولت تكلمه، بس هو قال لها انها ما استنتهوش. ردت عليه انهم جالهم خبر موته، ونده عليه جون وراح له فورا وسابها، وبداوا يجهزوا. ودخل روب على مكان الفلوس اللي اتجمعت، وقتل كل الموجودين الا القس توك صاحبه، وخد الفلوس كلها وطلع. وراح بعد كده عند مريان وساب لها كيس فلوس. وراح القس توك للمأمور وبلغه باللي حصل، واتضايق جدا وقال له ما تقولش لحد خالص. وبعد كده كل الحصالات تروح لغرفة العد وضعفوا الحراس فيها. وراح توك عند مريان لانهم اصحاب، وكلمته عن الفلوس اللي لقيتها، وهو كلمها عن صاحب القلنسوة، وكان روب سامعهم. ومريان قالت له انه لازم يديهم للشعب. وظهر روب ونفذ عملية سرقة تانية، ووقع في مكان فيه أحصنة، وخد واحد منهم وجري بيه وتخلص من الحراس، وخرج وقعد يرمي الفلوس للناس، وملى الشوارع فلوس، والناس يا عيني قعدت تلم في الفلوس اللي رماها. وراح روب لمجلس اللوردات اللي عمالين يهزقوا في المأمور، وروب قال لهم احنا نحط جايزة للي يمسكه وهو هيدفع الجايزة. والمأمور طلعهم كلهم الا روب، وبدأ يكلموا انه متضايق منهم جدا. اللي هيحصل هنا في الأوضة دي دلوقتي لازم يفضل سر بيني وبينك اليوم الدين. بس يا دي عشان انت هتفضحنا. وعاوز يخلص عليهم، وحكى له عنهم انهم سكرانين على طول، وانهم كانوا بيعذبوه وهو صغير. وسأل روب عشان يشنقهم، بس روب قال له اشنق واحد منهم بس عشان تربيهم. وقرب منه روب وقال له انا عايز اقعد على الطاولة الكبيرة. قال له المأمور انا معاك للاخر. وخرج روب ووقفه جوز مريان اللي كان اسمه ويل، وحاول يكلمه عن مريان، بس وقفه روب وقال له انه سمعه وهو بيتكلم على انه هو ممثل الشعب. وافقه وقال له روب وذو القلنسوة بيعمل ايه؟ قال له انه نكره وهيتقبض عليه في الاخر وهيتنسي كمان. قال له روب هنشوف في الاخر. وراح لجون وقال له سيبك من الحصالات، انا هسرق الخزنه كلها. رفض طبعا جون، بس اقنعه روب في الاخر وبداوا. وراح جون عطل العربيه اللي داخله واستخبى فيها روب. ولما دخلوا جوه في حارس قال لهم ان المأمور قال لهم ان الفلوس كلها هتروح على غرفه العد على طول بعد كده، واتحركوا بيها فورا ناحيه غرفه العد. وفجاه شافوا واحد منهم وقعد ينادى على الحراس اللي بداوا يخشوا ويضربوا السهام بتاعتهم من كل حته. واستخبى روب وطلع 4 سهام مره واحده وابتدى يخلص عليهم، وقعد يجري ويكمل عليهم. ووقع وهو بيضربهم وخد سهم في رجله، وقتل حارس تاني وطلع السهم من رجله، وحاولوا يقفلوا عليه الباب وهو عمال يتخلص منهم. وفتح الباب تاني ومكمل في رحله الهرب، والجنود بيطلعوا له من كل حته. وطلع للسطح ونط منه على عربيه جون اللي اتحرك فورا، وطلع وراه حراس. بس جون ولع في الارض بعد ما عدوا. قال له روب ما خدناش فلوس خالص. قال له جون اننا جذبنا انتباههم، والناس عماله تحييه، وعلقوا طوائف كل مكان. وعرف البابا الكبير بتاعهم وقعد يهزق في المأمور اللي قال له انه هرب وما خدش حاجه. قال له البابا انه جريء جدا وفوق الشعب واداهم الامل، ولازم هم يقضوا على الامل ده قبل ما يتمردوا عليهم. وقال له اقبض عليه بسرعه. ودخل عليهم قائد جديد اسمه جيزبورن وفريقه عشان يقبضوا على اللص. وطلع جيزبورن هو رئيس روب في الحرب اللي رجعه، والراجل ده جامد قوي يا جدعان. ونروح لجون اللي فرح قوي ان رئيس الكنيسة جاي من روما وهيتعمل له حفلة، ولازم يعرفوا هيقول ايه للمأمور. وظهرت مريان عند توك وبتخطط تعمل حاجة في الحفلة هي كمان. وراح روب يخش الحفلة قبله جيزبورن اللي عرفه فورا، وقعد يتريق عليه واحتقر روب هو كمان وسابه ومشي. وقعدوا يتكلموا عن ذو القلنسوة، وقال لهم روب انه مجرد حرامي، وقال لهم المأمور انه اكيد محارب قديم. وظهرت مريان كمان وقالت لهم ان اللص ده ظهر في ظروف مناسبة. وظهر ويل كمان وكان
كان بيضايق روب، وحاولوا يحلوا الموضوع بالسياسة، وتوك سرق مفاتيح من اللورد لما خبط فيه، واتحركت مريان وخدتهم منه وفتحت مكانه ودخلت فيه ولمت الورق اللي جوه وخدته. وحس روب ان في مشكلة، وقابله توك وقال له ثق فيا، وخده معاه ودخله على الشماس الكبير وقال لهم ان توك حرامي وسرق المفاتيح بتاعه اللورد اللي كان اسمه بيمبور. وفورا المأمور طلب حارس يشوف الباب اللي اتسرق المفتاح بتاعه، وقال لهم توك انه ما يعرفش حاجة. قال له روب لازم تعرف مين اللي سرقها، وضربه بالقلم كمان، وقال لهم الشماس اقتلوه. وقفهم روب وقال لهم ان الشعب بيحبه وهو عاوز يموت علشان يبقى شهيد، وطلب منهم رمي بره الكنيسة وطرده منها خالص. ووافق الشماس على كلامه وانبهر بروب، وسألوا الشماس عن روب وعرفوا المأمور عليه وانه بيثق فيه كمان. وروب بس ايد الشماس اللي فرح بيه قوي، وجي يخرج وقفوا الشماس وقال له استنى، وبلغوا المأمور انه اتقبل في الطاولة الكبيرة. والشماس قال للمأمور انه عشان يستمر تمويل العرب ليهم وهزيمة الجيش الانجليزي ويسيطروا على الملك كمان، لازم يبعتوا الفلوس كلها خلال 4 ايام. وقال له المأمور لازم اسرق المناجم كلها واخد كل حاجة مع الشعب، وهحرق بيوتهم كمان واسويها بالارض. ووافق الشماس على كلامه. طلع روب وقال لجون لازم يتحركوا على المناجم بسرعة. وظهرت مريان وويل وورت له الاوراق وقال لها هديها للمأمور عشان يفسر الكلام ده، بس مريان قالت له لا وهتاخدهم لواحد بتثق فيه. اتعصب عليها جدا وقال لها انه ده مستقبله السياسي، وهي قالت له ان مفيش افعال ظهرت من شغله. وكمل هو بعصبية انه لازم يكسب بالسياسة، وهي قالت له انه خايف ان الناس تاخد حقها بالقوة ويخسر هو ويروح ورا ذو القلنسوة. وظهر الجنود كلهم بره وبلغوا الناس كلها ان المناجم اصبحت بتاعتهم، وبدأوا يحرقوا في البيوت ويضربوا في الناس كمان. وضربت مريان جندي ماسك بنت صغيرة، ومسكت التاني ووقعته، ومسكها جيسبورن وضربته هو كمان وبقت معجنة، وضربها جيسبورن. ووصل روب وجون وشافهم روب بياخدوا مريان ونطوا على العربية وتخلصوا من حراسها وطاروا بالعربية، وجيسبورن بعت الحراس وراهم. وقعد روب يتخلص منهم وطلع مريان من الصندوق وعرفته فورا، وعمال روب يخلص عليهم. وظهر جيسبورن وراهم كمان والجيش كله بيطاردهم. ونط روب على عربية جيسبورن وخنقوا، والعربية وقعت وركبوا على الأحصنة. وبدأ يهرب روب وهم وراه. ونط روب ومسك حبل ونط على عربية مريان تاني ومش عارف عملها ازاي. والحراس ضربوا عليهم متفجرات ونطوا من العربية فورا اللي اتدمرت، وقال لهم جون اهربوا انتوا وخلصوا الموضوع. وراح لوحده وقعد يضرب في الحراس اللي قبضوا عليه في الاخر. وهرب روب ومريان واستخبوا، وكلمها روب انه انتهى لان جون هو اللي خطط لكل ده، وهي حاولت تعرفه ان الناس كلها عندها امل فيه وبقى بطل. وقال لها ان المأمور ليه علاقة بالعرب. قالت له ان معاها دليل الورق اللي معاها، ولو الناس عرفت هتحارب مع القائد الصحيح. ونروح لجون والمأمور كان بيهدده انه هيقتله بدم بارد زي ما قتل ابنه. وتعصب عليه جون جدا، وحاول المأمور يعرف مين اللص، بس جون كان صلب جدا ومرضيش يقول له حاجة. وهدده جون انه هيقتله. ورجعت مريان وقال لها ويل انهم هيسيبوا المناجم. وطلع كلم الناس انهم يمشوا من المكان، وقالت لهم مريان لازم تحاربوا. وظهر لهم روب القلنسوة بتاعته وقال لهم انا معاكم. وقال له ويل كل ده من تحت راسك ومالكش كلمة هنا. وساعتها وراهم روب وشه وقال لهم انه قبل 4 سنين راح للحرب عشان قضية كدابة. وقال لهم انتوا عاوزين توزيع الثروات؟ قالوا له ايوه. وقال لهم ان المأمور ورئيس الكنيسة بيتعاملوا مع العدو ضد انجلترا وبفلوسكم اللي انتوا بتدفعوها، والفلوس دي هتترحل خلال 3 ايام. وكملت مريان ان احنا لازم نوقفهم. وروب قال لهم ان في ناس بتقول انه بيسرق من الاغنياء ويدي الفقراء، بس الاغنياء بيسرقوهم، فمين الحرامي الحقيقي؟ وقال لهم ان انا نكرة لو ما ساعدتونيش، وكلنا لازم نبقى مع بعض وننجح كلنا او نقع كلنا. وكلهم قالوا له احنا معاك يا ريس. وحاول ويلي يتكلم بس راح له روب وقال له انا عارف انك عملت كتير قوي عشانهم ولازم تبقى معانا. واتفق معاهم اخيرا. وراح لتوك واعتذر له على اللي هو عمله معاه، بس توك شكره لانه حرره منهم وعرفهم المعلومات اللي في الورق انها رشاوي مدفوعه لجنرالات عرب. وقال لهم ان الفلوس دي هتقف عند الكاتدرائيه عشان يباركوها. وقال لهم لازم نضربهم هنا. وعمل اجتماع في القصر بتاعه وعملوا الخطه وبداوا يجهزوا العده. وبدات تتحرك عربيه الفلوس ووراها المأمور كمان. وظهر جون بيتعذب ومسك اللي بيعذبه وقتله. والشعب كمان وقعوا صليب كبير قوي فصل بين عربيه الفلوس وعربيه المأمور اللي لقى الناس كلها رايحه عليه. واتحرك الحراس وروب ومريان ولعوا في الارض تحت عربيه الفلوس. ونرجع للحراس والشعب. ورمى ويل قنبله نار وبدا الطحن. وقعت العربيه في الحفره وقتل روب الحراس بتوعها. وبداوا ياخدوا الفلوس ويحطوها في المراكب بتاعتهم. ووصل المأمور ورجالته عندهم وضربوا سهم على مريان وخدوا روب مكانها وشالت له السهم
السهم، وويل حرق نفسه ونط غيظ بورن عندهم وقعد يضرب روب، بس روب كسره ومرضيش يقتله في الاخر عشان هو انقذ حياته في الحرب. واتحركت المراكب بتاعتهم ورجعوا لويل تاني بعد ما اتحرق، وقال لماريان روحي معايا لاني شفتكم مع بعض. وروب مشاهم هما، وكان صعبان عليه قوي الحرب اللي شغاله، وقال للناس كلها انا اللي بتدوروا عليه. ومسكوه الجنود وخدوه عند المأمور اللي اتفاجئ بيه، وقال له وقعتني في مشاكل كتيره، وقال له لسه لما يعرف الملك خيانتك كمان. اتعصب المأمور عليه وضربه، ولسه بيكلموا الحارس شاور لروب وضرب المأمور وقتل حارس، وادى السهام لروب اللي خلص على التاني. ومسك جون المأمور وشنقه اخيرا، وقال له روب انت قتلك صعب قوي يا جون. وراحوا لباقي الشعب اللي كانوا فرحانين قوي بفلوسهم. ورجع روب ومريم مع بعض من تاني، وظهر الشماس ومعاه ويل، وقال له الشعب محتاج لك عشان تطلعهم من الظلمات للنور. وعينوا مأمور مكان اللي فات، وقبل ويل فورا وطلع كلب هو كمان، ولسه بيتكلم مع الناس عن ذي القلنسوة انه هيقتله. وظهر له روب واداله سهم في صورته. انتهى فيلم النهارده يا شباب، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك وفعل الجرس وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من توم نافل.